عضلات وفيديو جديد. النهارده بقى يا جماعه جايب لكم اكله من الاكلات البيتي اللي انتوا بتحبوها جدا، بس النهارده بقى هاكلها صح، لان الاكله دي يا جماعه ليها طريقه اكل معينه مش اي حاجه. يعني بصوا يا جماعه انا جايب ايه. اول حاجه انا جايب طبق رز، وعلى فكره لو تلاحظوا المره دي انا مش عامله هرم. بحب الرز لما يبقى بطبيعته كده، ساعات لما بعمله هرم ساعات بيلزق في بعضه كده، يعني ما بيبقاش لذيذ. بحب من وقت للتاني اغير الطريقه يعني. فانا جايب الرز بصوا مغروف عادي جدا منعكش، طبق رز اهو تمام زي الفل. وجايب بطاطس فرن ومعاها لحمه موزه، بس المره دي بقى مش في الشوربه زي المره اللي فاتت، لا المره دي متحمره مع البطاطس، بس مش قوي، مش قارصين عليها قوي عشان ما تنشفش، تحميره خفيفه كده يعني. بصوا يا جماعه شكلها جميل جدا، تحفه حرفيا. في معانا هنا طبق شوربه اللحمه، طبق شوربه جميل قوي. شايفين نقط الزيت دي اللي في الشوربه عامله شغل. طبق شوربه عسل قوي 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 قوي، شايفين يا جماعه. ومعانا اخر حاجه الملوخيه، تمام، وعيش. طب ليه العيش بقى؟ هنعرف دلوقتي يا جماعه. اكله زي الفل، عسل عسل قوي قوي قوي. طيب يلا كده نبدا، بس ايه الدنيا بصراحه زحمه شويه. طيب ممكن ايه نفركش الدنيا كده، نجيب بس اللي هنحتاجه دلوقتي وايه. تمام يلا. انا بحب قوي يا جماعه البطاطس الفرن. البطاطس الفرن مع اللحمه بتبقى حكايه بجد. لو تلاحظوا يا جماعه انا بقالي كتير بجيب لكم الرز بالشعريه، لكن انا المره دي غيرت، قلت اجيب الرز ابيض عادي من غير شعريه كتغيير بقى. بصوا يا جماعه القطعه دي فيها ملبسه قد ايه، شايفين الملبسه؟ هي ده حلاوه الموزه بقى، حلاوه الموزه في الملبسه يا باي، طعمها بيبقى خطير خطير. الجهنه دي ما بتبقاش دهنه عاديه، دي ملبسه. بس هي طعم الملبسه يبان اكتر لما تاكل اللحمه من غير تحمير وهي في الشوربه، طعم الملبسه بيبان قوي. انما ما بتتحمر معلش يا جماعه النهارده بالحق انا بسجل بالمايك بتاع الكاميرا، معلش. واو بجد حكايه. الشوربه احلى حاجه يا جماعه. الشوربه لما بتبقى في الطاجن بيحافظ على سخونيتها مده اكبر، بلاحظ كده. واو طعم الشوربه اصلا خطير. بحب قوي الشوربه لما تبقى مدهنسه بالزيت كده من فوق، منظرها بيبقى تحفه. يعني كان في مطعم زمان كنت بجربه لو تفتكروه، مطعم اسمه تسبيكه، كان بيجيب الاكل في طواجن، بس طبعا اكيد كان بيبقى اخد حساب الطاجن يعني عشان كده الاكل كان ايه اغلى شويه. بس الفكره نفسها جميله، فكره ان الاكل يجي لك البيت بطاجن بيبقى سخن بطريقه. جربت منه قبل كده لو تفتكروا لحم معمر وطاجن لحم مش عارف بالبصل لغايه ما خلصت الفيديو الاكل كان مولع، مش سخن عادي، مولع كانه لسه معمول لغايه ما خلصت الفيديو. الطواجن بتحافظ على الحراره بطريقه رهيبه، بس قفل معرفش ليه. انا غير معلقتين ليه مش عارف ايه الهدف من حاجه زي كده يعني. فرق جامد يا جماعه بامانه بين شوربه اللحمه الحقيقيه من الجزار واللحم المجمد، فرق جامد فرق جامد. العيش بقى ليه؟ لو تفتكروا بقى سيادتكم في الفيديو اللي فات كنت قاعد اكل الملوخيه كده، لا يا جماعه الملوخيه لازم بالعيش. الملوخيه هي طبعا اذواق برضك، في اللي يحبها عادي ممكن تاخد، بس هي الملوخيه لازم تتاكل بالعيش الصح صح. ويا سيدي
الملوخية لازم تتاكل بالعيش يا جماعة، مش بيبقى لايق عليها خالص ان هي تتعمل بالمعلقة، لازم تتاكل بالعيش. ولو ان عيش ورز دي مصيبة يعني، انت كده واو، جامدة جامدة اوي اوي اوي، لا بجد شديدة. طب ما تيجوا كده يا جماعة اثناء ما بناكل نشوف فوائد اللحوم الحمراء ايه. يعني برضك احنا بناكل اكله حلوه بنستمتع بس نستفاد بقى بالفيديو، فممكن نعمل ايه؟ اقول لكم فوائد اللحوم الحمراء ومن مصادر موثوقه اهو. بصوا بقى، ركزوا لي بقى، ركزوا لي. اول حاجه الوقايه من فقر الدم اللي ناتج عن نقص الحديد، عشان فيها نسبه جيده من الحديد حلوه قوي اللي بيساعد خلايا الدم الحمراء على نقل الاكسجين. جميل جدا جدا جدا. بيقول لك اصلا يعني اللحوم الحمراء امتصاص الحديد اللي فيها افضل حتى من امتصاص الحديد اللي في الحاجات النباتيه زي السبانخ. بس في معلومه كده قريتها مره على النت، مش عارف ان السبانخ مش مليان حديد قوي زي ما احنا متخيلين، في نسبه بس مش عارف المعلومه دي. انا هبقى ابحث يعني عن حقيقه الكلام ده. طيب تعالى ناكل وبعد كده نشوف فايده تانية. ما لازم يا جماعه برضك يعني احنا هنا مش مجرد مكان ترفيهي، يوميات فادي عضلات، انت مش داخل مكان ترفيهي، انت داخل كمان تتعلم وتستفيد. لا بجد أكلة جديدة قوي. تعالوا ناخد قطعة تانية من اللحم، بس القطعة دي يمكن يعني ما فيهاش ملبسة قوي، دي معظمها لحم لو تلاحظوا. حلوة برضه، شكلها حلو برضه. بحب قوي اللحمة بتبقى حمراء قوي كده من جوه، بصوا بتبقى شديدة قوي ومنظرها شاهي جدا. تحفة بجد. واو. الملوخية اللي جديدة قوي قوي. حلو يعني، تعتبر الى حد ما زالت بدات تدفى شويه بس ما بردتش بسرعه. كنت قبل كده بحطها في اطباق عاديه ازاز بتبرد بسرعه. طيب نشوف فايده تانية من فوائد بيقول لك تعزيز المناعه، دي بقى من اهم الحاجات، تعزيز المناعه يا جدعان. بيقول لك اللحوم الحمراء تحتوي على عنصر الزنك، وهو محدش يتريق عليا وانا بقول الزنك عشان مناخيري مسدوده شويه. عيب يا جماعه، عيب بجد، عيب بجد، محدش يتريق عليا هزعل والله. مناخيري مسدوده شويه عشان المروحه بتفضل لاطعه في وشي طول الليل، فتقوم تسدلي مناخيري، فاهمني؟ فبحدش يزعل مني خالص، وبحدش يتريق عليا يا جماعه، هزعل بجد. بحدش. المهم تعزيز البلاعة تعزيز المناعة حيث أن اللحوم الحمراء تحتوي على عنصر الزنك، وهو ضروري لتعزيز صحة المناعة وتركيب الحمض النووي في جسم الإنسان. حلو قوي. ناكل وبعد كده نرجع ناخد فايدة كمان. بقول لكم إيه، ولا عيش ولا معلقة تتشرب. الواحد ما عندوش مرارة ولا خلق للكلام ده بصراحة.
الرز اللي للاسف بدأ يبرد قوي 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 قوي. بس عارفين يا جماعه العيش مع الرز برضك بيبقى صعب. حاول بس وانت بتاكل الملوخيه بالعيش ما تقطمش قطمات كبيره، حاجه بسيطه بس كده. يا اما تبقى عامل حسابك من الاول ومقلل الرز شويه، يعني ما تغرفش غير معلقتين رز مثلا مغرفتين كده مش اكتر او اقل كمان. حلو قوي. انا ممكن اقول لكم على افكار تاكلوها مع اللحمه بحيث يبقى كتغيير. اللحمه مش لازم دايما تاكلها مع صينيه بطاطس، في افكار كتير. ممكن تاكلها مع الفاصوليا، بتبقى ممتازه مع الفاصوليا. الفاصوليا اللي هي الخضراء الطويله دي جامده جامده جدا مع الفاصوليا، ومع البسله والتورلي اللي هو بسله وقطع بطاطس، وممكن كمان يتحط معاها قطع جزر. على فكره بتبقى تحفه جدا 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 مع التورلي. وفي كمان افكار تانية. هو ممكن برضك مكرونه، بس شويه بحس ان المكرونه بتليق على الفراخ اكتر من اللحمه. خدوا بالكم يا جماعه، يعني الموضوع ده ايه؟ يعني مثلا انا احس ان الفراخ، صدور الفراخ بقى والحاجات دي وكده، يعني الفراخ عموما يعني مع صينيه البطاطس ما بتبقاش راكبه قوي. الفراخ تحس ان هي حلاوتها مع مكرونه وفريك، انما اللحمه ما تلاقش قوي مع المكرونه والفريك. اللحمه تحس كده ان هي يبقى معاها ملوخيه وصينيه بطاطس، كل حاجه. سبحان الله الاكل ده كل حاجه وليها ايه حاجتها. بس ده ما يمنعش يعني ان في ناس بتحب التوليفات الغريبه. في ناس ما تحبش تاكل الاكل الطبيعي كده، في ناس تحب تولف حاجات غريبه مع بعضها. هو الصراحه يعني الاكل اذواق، في النهايه الاكل اذواق يعني. الملوخية بالعيش يا جماعة بجد بجد لا، أكلة جامدة جامدة. آخر بقى قطعة بيني وبينكم، أنا بصراحة بدأت أشبع الرز يعني، فمش هكمله غصب عني عشان ما أتخنش، أنا مش ناقص. لما تشبع خلاص يعني. بصوا يا جماعة نصيحة، دايما في الاكل خليك نص بط، نص بط، نص بط، مش نص بط. مش عارف، اصل مناخيري مسدوده فمش عارف اقولها. نص بط، بط، نص بط، نص بط، بط، مش عارف والله اقولها. نص بط، اكتبها لكم على الشاشه. نص بط، بط. طب اقولها ازاي؟ هكتبها لكم على الشاشه والله، اصل مناخيري مسدوده يعني. قلت يعني معقوله هتاخر على جمهوري حبيبي عشان مناخيري بايظه؟ مش معقول يعني. انا عارف ان انتوا بتحبوني في جميع حالاتي يعني، عادي فادي، عادي مناخيرك بايظه خش عادي دوس ما يهمكش. انا عارف ان في ناس ما بيفرقش معاك الكلام ده، في ناس يهمها وجود فتفود. اهم حاجه ان فتفود يطلع لنا على الشاشه، انما بقى مناخيره بايظه يطلع حتى يقول اي موضوع ملوش لازمه، يطلع يعرف اي حاجه، يطلع المهم بس عايزين طلة فتفوت. انا عارف يا جماعه والله، انا عارف كويس
ان انتوا في ناس يعني بتتبسط وبتنشكح لما تشوفني بس على الشاشه، حتى لو ما بقولش حاجه انا عارف ده كويس. فعشان كده احبش اتاخر عليكم ابدا. المهم يا جماعه لما تيجي تاكل نص بط. نص بط يعني ايه؟ نص بط يعني اللي هو ايه؟ تاكل حلو بس ما تحس، وتشبع عادي، اشبع كمان بس ما تحسش بالامتلاء، ما تملاش بطنك قوي. على فكره في معلومه انا عرفتها خطيره قوي، ان البطن بتوصل للمخ احساس الشبع بعد ربع او تلت ساعه. عشان كده لما تيجي تاكل بعد ما تملى بطنك قوي تحس بعدها بوقت ان انت حاسس انك اتنفخت قوي، مش في وقتها. ممكن في وقتها ما تحسش على طول. عشان كده لما تيجي تاكل كل نص بطن، سيب حته في بطنك فاضيه عشان بعد شويه تبدا ايه تحس بالشبع لما يوصل لمخك. فاهمني؟ يبقى انت ايه ما تحسش ان انت مليان، ما تحسش ان انت مليان. فهمتوا قصدي ازاي يا جماعه؟ المهم بقى لحمه. اللحمه دي اخر قطعه لحمه معانا. وخدوا بالكم لا بصوا دي من ورا فيها حته ملبسه اهي حلوه، دي شكلها جامده. وخدوا بالكم من حاجه، اقول لكم على حاجه انا اخترع ابن اللذينه دلوقتي. شايف ايه ده؟ المروحه بتطير الملوخيه. والله جامده. الله ولا جميلة. بصراحة بدأت أحس بالامتلاء لدرجة إن أنا مش هكمل الشوربة كلها. لا بس كفاية، الشوربة أصلا بدأت تبرد. بس أشوفها يا جماعة كله بالعقل. بصوا اهو انا سايب حاجات اهو ما كملتهاش، مش هخسر نفسي على حاجه يعني. طب انا ما كملتلكوش اصلا فوائد احنا نسينا يا جماعه يعني الفايده الاساسيه من الفيديو ما عملناهاش يا جماعه. تعزيز صحه الجهاز العصبي، لان فيها فيتامينات ب، فيها بي 6 وبي 12، وكمان تحسين صحة العظام. اللحوم الحمراء غنية بعنصر المغنيسيوم والفوسفور. ايه ده؟ وزيادة الكتلة العضلية، فيها بروتينات. دي تنفع قوي الناس اللي بتلعب جيم، فيها بروتينات. بس تقريبا الفراخ اكتر، بتهيألي صدور الفراخ فيها اكتر يعني على ما اعتقد يعني. بس فيها حاجة، بصوا بقى التناقض اللي هنا. اللحوم الحمراء بتعزز صحة العظام، بس خدوا بالكم لو افورتوا فيها بتجيب نقرس اللي بيدمر العظام. شفتوا بقى؟ سبحان الله. هو بصوا يا جماعه، مش في مثلا يقول لك ايه اللي يزيد عن حده يقلب ضده. اللحوم الحمراء ليها فوائد لصحه العظام، لكن هتزود قوي هيجي لك نقرس. النقرس بيعمل هشاشه عظام. انتوا متخيلين؟ يعني بالعقل تاكل اللحمه بالعقل، مش كل يوم لحمه ومش كل يوم كميات كبيره من اللحم، لا بالعقل. انتوا شفتوني اهو، انا كنت حاطط 4 قطع، جيت على القطعه الاخيره ما اكلتها، مش يعني ما تقفرش. وبعدين كلت النهارده لحمه، ممكن بقى اقعد عليها اسبوع او اكتر ما اكلهاش، ممكن اسبوعين كمان. مش ما يعني خليها ايه، خليها في نظام غذائك، بس ما تبقاش كل يوم او ما تبقاش يوم بعد يوم، لا تبقى حاجه كده ايه، مره في الاسبوع، مره في كل اسبوعين، اللي هو تستفاد وما تضركش. تمام؟ طبعا مش النقرس ما بيجيش من اللحوم الحمراء بس، المأكولات البحريه بشعه دي في النقرس. ما تكترش مأكولات بحريه قوي كتير. انا عارف ان في ناس كتير بتعشق المأكولات البحريه وهي حلوه الصراحه، تتحب جدا، طعمها خطير جدا جدا. السيبيا والجمبري والحاجات دي بتبقى حكايه، بس في نفس الوقت الحاجات دي بتزود النقرس قوي. فعشان كده عامه الاكل كل حاجه بالمعقول، تاخد فوائدها وتبعد عن اضرارها، يبقى انت كده استفدت استفاده عظيمه. بس كان الفيديو خلص، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. فيديو جديد، سلام. ايه ده؟ انا لابس تيشيرت برتقالي يعني مطقم مع البطاطس مثلا ولا ايه؟ مش عارف، هي صدفه غير مقصوده، بس لما فكرت فيها دلوقتي حسيت ان ايه ده. ماشي، حط لايك بقى لو عجبكم الفيديو، عشان نسيت اقول لكم اول الفيديو اساسا. حط لايك